معانا يعني اللهم بارك تبارك الرحمن، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الله اكبر. ربنا يحفظ يعني يبارك فيها لصاحبتها ويهنيها بيها ويفرحها بيها. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بصوا طبعا احنا فكيناها عشان نتاكد. انا طبعا ببقى قلقانه فبضطر ان انا في حاجات افتحها عشان يعني أتأكد إن أصلية هي ولا لأ؟ شغالة، بحيث قبل ما اشحن لو لا قدر الله في اي حاجه ارجع بيها ايه للتاجر. طب احنا ايه هنجربه ولا ايه؟ تعرفوا حد يعرف يجيب لي؟ ماشي مفيش. بصوا عايزه في فيشه هنا، هو إيه؟ طويل ولا قصيره بقى؟ احلى حاجه ان هو ثواني. سهل في المسك بصوا تبارك الرحمن، عايزه اقول جميل لكم كده يعني. تحفه. دي هو ده الخامه، استشوار ولا لا دي فرشه متحركه. هقول لكم دي ايه. أهلاً تنشيف وسهلاً بيكم. للشعر، تنشيف للشعر وبتكوي الشعر تعمل كل حاجة وبتسشوره. فيه يعني. تعمل كل حاجه. ايوه بس اللهم بارك اللهم بارك. انا بتكلم عن شكرا تجربة يا بقى جماعة، بالنقاط. مش عشان احنا يعني هتعمل عندنا اختها وان شاء الله هنجيب اختها بكام ده يا أم؟ بكذا حد. كام ده؟ الجهاز ده ب 1200 جنيه يا جماعه. تمام. الجهاز ده ب 1200 جنيه. عايزين نقول بصي انا عند التاجر وانا واقفه بقول له انا عايزه، يعني طبعا انت لما بتروحي ففي واحده مثلا زبونه بتقول لك انا عايزه انضف حاجه، او انا عايزه حاجه امشي بيها الدنيا، او انا عايزه حاجه بصي كده العيال يفرحوا بيها وخلاص. ففي عنده ثواني بالراحه، في عنده بدايه من 200 جنيه وانت طالعه بقى 200 250 300 350 400 450 وانت طالعه هتلاقي اسعار غريبه. بس حسب بقى انا عايزه الحاجه يبقى الكواليتي بتاعها معايا اولا خفيفه جدا في الايد، يعني تمام؟ مش تقيله زي خطيرة المكاوي اللي احنا تبارك عارفينها. الرحمن ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بتفرد الشعر في مفيش. ومن غير بقى ايه احلى حاجه بقى، احلى حاجه اقسم بالله فيها ما بتحرقش الشعرايه، خفيفه على الشعرايه، بيبقى الشعر مفرود وشكله تحفه وهيلسي، ومش بعد 5 دقايق تلاقيه عمل زي الفشار وهاش. اه والله في مكان او استشوار مجرد ما تكوي الشعر شويه كده تلاقيه هاش عمل زي الفشار بالظبط ضرب. تعرفيش ايه اللي حصل امي له. انا عايزه زيها. ان شاء الله ادعي لنا باذن الله. انا هروح اسرق اي بنك وايه ونيجي على طول ايه. ايوه كده. ايوه اهم حاجه الجمال. اطلع بره. ده اللي جابك هنا. اعملوا لايك بقى. يلا حطي. بصوا انا هسمعكم بس صوتها. قربوا معايا. بصوا ورق واستشوار ومكوى وكل حاجه. هو كان الجسم بتاعته تقريبا. اه اهي. بصوا دي بتدي كده هوا ساقع، ودي الدرجه اللي هي القليل، والهاي اللي هي العاليه. شوفي سخن وساقع صح؟ اه السخن الاستشوار صح يا خالته؟ ان شاء الله باذن الله. اثنين. احنا قررنا هنا بنات العيله هيشتركوا مع بعض. ونجيب واحد هيجيبوا واحده. ماليش فيه انا هجيبه يعني هجيبه. هو فعلا روعه تمام هيجيبوا واحده. ويستاهل الفلوس اللي بتدفع فيه بجد والله. عايزه اقول لكم في براندات خلينا نكون صريحين بتبقى ب 3000 جنيه ونفس الحاجه عارف البتاع احط بس البتاع ما بتبقاش نفس كمان دي تصوير. الحاجه. اللهم بارك سهله، ما بتقطعش الشعر، والله ما خفيفة. بتقصفش الشعر. ما في شاء حاجات الله بتبقى لا قوة كأنك إلا شايلة بالله. طن في بارك إيدك. اللهم بارك. خطيره في الاستخدام، واحلى حاجه بجد 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 تبارك الرحمن ان شكل الشعرايه بيفضل محتفظ بشكله والشعر ما بيتحرقش. يعني دي حاجه مهمه جدا. اي عروسه بقى اي بنوته بتحب على طول تعمل شعرها دي لازم تبقى عندك. دي ضروري 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 تبقى عندك. ده في مينت الا مينت هتعملي شعرك كله من غير ما تحروقيه ومن غير ما تبوظيه. ولو حد جاي لك مثلا ومش لاحقه تعملي حاجه ولا تعملي حاجه في شعرك وشعرك بايظ بتسرحيه بسرعه بيها خطيره. يعني بصي بتغير هي كل بتغير حاجة. الدنيا كلها. هي كل حاجه تفصليها من الزر ده. يا نهار ابيض استني في ايه؟ مش عارفه اعمل شاشه خضراء كده. طب انت ليه بتلعبي في ما الموبايل؟ لعبتش في حاجه بس على حاجه بالغلط. ثانيه. تمام. فهنرجعها لصاحبتها اهو. اهو رجعتها لك مكانها اهو.
ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونجيب واحده ونجربها لكم بقى على اي بنوته من الصغننين. انا اولهم. تمام. لا انا اللي لا انت لو طلعناكي هبقى بكره هي بكام يا خالتي؟ هيبلغ عننا هي بكام؟ ده عادي. نطلع حد من اطفال صغننين. صغننين. انت عارفه اول عندنا ما شاء الله صغننين انا اول واحدة- سجدة. انا اول واحده ساجده. لا ساجده اه. انا اول واحده مجربه ناس كتير بقى. خالتي مش انا اول واحده مجربه بتاعتي خالتي. اي حد يعجبه اي حاجة على طول كان مربوطه سكرين شوت خلاص. يبعت على الخاص، اه يا جماعه ياخد سكرين شوت ويبعت لي على الخاص وان شاء الله باذن الله. وهيكون نورنا وان شاء الله ان شاء الله حاجة يعني حتى هتعجبكم. لو عايز يسال بس تحت امركم في اي وقت. عايز تسالي طلب ولا استفسار. عايزه تطلبي حاجه. في ناس كانت داخله عامله كومنتات انا ما فهمتش حاجه، تقولي مفيش مصداقيه ومفيش مش عارف ايه. طب انا مش عارفه انت خدتي مني ايه عشان تقولي مفيش مصداقيه، ولا انت مثلا انت بتعملي كومنت على اعلان على انا منزلاه فانت جربتي المنتج ده بس ما جربتوش من عندي، فاهماني؟ احنا بندور فممكن لحد ما حد نلاقي يجرب حاجات حاجة أصلية. ما تعجبوش، بس مش معنى كده ان كل الحاجات حسب ما انت بتدوري. اللي بيدور على سعر قليل يا ما انتظرش بقى ان هو يجيب حاجه احلى كواليتي. خلينا نكون صريحين، بتدوري على سعر قليل يبقى مش الشركات مش غبيه عشان تبيع المنتج ابو جنيه زي المنتج ابو 1000. فاللي عايز حاجه نظيفه يبقى يدور على حاجه نظيفه. هيوفر سيكه، ممكن اوفر 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، لكن المنتج الاصلي معروف سعره. ممكن بقى تلاقي حاجات ايه يعني، دي حاجات مثلا دي مثلا منتج، في منتج منها مثلا اللي هو اول ما طلعت مش عارفه اسم البراند بتاعها ايه، برش تقريبا. كانت يعني هي ما زالت لحد الان بس في اللي عمل منها تقليد، في شركات عملت منها تقليد حلو قوي ومحترم والكواليتي بتاعها عالي جدا، وفي عمل تقليد مضروب تحت السلم. انا بقى اللي بروح ادور على المضروب اللي تحت السلم، يبقى انا مش مسؤوله، ولازم اتحرى المكان اللي انا بجيب منه، لازم ابقى متاكده من المكان اللي انا بجيب منه واتاكد ان الحاجه كويسه على قد ما قدرتك. انا عارفه ان في ناس ما بتخرجش، ما عندهاش اوبشن ان هي تخرج وتشوف الحاجه بنفسها، تمام؟ فبتعمل شوفنج زينا كده. انا بنزل معظم الوقت اعمل شوفنج واعمل لكم معايا شوفنج. مش احنا بنهزر ايه اسمها شوبينج. لا انا بعمل شوفنج. شوبينج دي يعني بنروح نشوف الحاجة ايوه. مش بنروح نشتريها. معانا كمان الماسك الهاي لايف دوت، هاي لايف انا اسفه، هاي لايف ده بالفحم، تمام؟ ده حلو قوي، ده مصري بس تحفه، ده ب 40 في جنيه. حاجات بتبقى مصري بس بتكون احلى من المستوردة. بالذهب برضو ب 40 جنيه، تمام؟ ده اللي هو ايه، تحطي طبق كده محترمه وبعدين تشيليها بقى، بتشيل معاه بلاوي زرقاء بقى. عايزين نعمل ماسك ده زي للقلوب السوداء عشان ننضفها بيه، تمام؟ فالله المستعان، حلو قوي، سعره مناسب جدا. في بقى بوبانا تقريبا بيعمل 90 جنيه، في حاجات اغلى تبقى اسعارها اعلى، بس ده حلو يعني، نتائجه حلوه جدا. بس انت بتحطي يعني حطي افردي مش لحسه، غطي زي ما هم عاملين كده، غطي الوش كويس، حطي طبقه محترمه، هتلاقيها شالت معاكي كل الجلد الميت وكل الشعر الوبري، كل الرؤوس السوداء، فاهميني؟ يعني بعد كده طبعا تغسلي بشرتك وتحطي مرطب او تونر وبعدين مرطب علشان تقفلي البشره. بالنسبه للشيفنج يا جماعه او الشفرات بتاعه الوجه اللي هي الفلامينجو او النوع الثاني اللي هو فيه قطعتين، الشفرات دي تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه، لكن استخدمي الخطوات صح، استخدمي الخطوات صح. انت تبارك الرحمن اللهم بارك، سنين بستخدمها خطيره، ولا تقلت شعر ولا عملت التهابات ولا عملت حبوب ولا اي حاجه. طب ليه؟ انت اولا ضروري 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 الشيفنج دي لما بتجيبي منها النوع الاصلي المحترم بتقعد معاكي ممكن سنه، يعني الشفره الواحده بتقعد معاكي شهور، الثلاث او مثلا الشفرتين بتقعد معاكي كتير. بعد ما بغسل وشي الاول، تمام؟
بعدين بحط اي حاجه، سواء بقى كريم مرطب بس بحط كميه، او صبار، جل صبار، الفيرا بحط. تمام. واقوم ماشيه مع، مش بمشي كده بلوش، لا بتمشي مع اتجاه الشعره. تمام. وبعد ما بتخلصي خالص، وحتى بتعملي بيه كمان المنطقه دي ما بيحصلش فيها اي حاجه، بعد ما بتخلصي خالص بتغسلي البشره كويس، تنضفيها، وبعدين تحطي اي كريم مضاد للالتهابات. اي كريم مضاد للالتهابات بفضل الله. لو استخدمتي الطريقه دي انت هتلاقي نفسك مش هتبطليها، وهتنسي اي. ليه بقى؟ الوش بالذات مش عايز اي حاجه قويه، مش عايز شمع، مش عايز سويت، مش عايز حاجه فيها شد جامد. ليه؟ لان ده بيسرع بالتجاعيد والرهرطه بتاعت البشره. تلاقي بشرتك تهدلت كده، خدودك دلدلت، وبقيتي عامله كده. هو والله بقيتي شبه الباندا. صاحب كرالنس. لا غلط. البشره بالذات بتاعت الوش عايزه حاجه تكون يعني ما فيهاش شد وجذب، ما فيهاش شد كتير للبشره. الحاجات دي بتاثر، حتى لو مره في الشهر بتاثر. تمام. والكريمات وفي ناس كتير ما بتستحملش الفتله، او مثلا الطرق الازاله التانية. تمام. في مثلا اللي بيقدر فعلا الشعريه، المكن اللي هو بتاع ازاله الشعر، لو عملتي برضو في المكن اللي فيه ملاقيط صغيره ده برضو بيتعب. فانا شايفاه بصراحه احلى اختراع للبشره. جميل جميل جميل، لانه مش بس بيشيل الشعر، ده بيشيل الشعر الوبري اللي انت اصلا ما بتعرفيش توصلي له باصعب، يعني باكتر. حتى لو سويت ما بيشيلوش، شمع ما بيشيلوش. فهي دي الحاجه الوحيده اللي بتشيل. فدوروا على الاوريجينال، ما اروحش ادور على الشفره ب 30 40 جنيه وابقى انا كده بطل. لا، انت ممكن تحوشي حتى لو معكيش فلوس. انا بعمل كده، مش على طول معايا فلوس، بس بحوش لحد ما اجيبها، عشان عارفه ان هي بتقعد عندي سنه. جبتها ب 200 ب 300، 200 و 300 انا بقسمهم على السنه. شوفي انت بتعملي مثلا في الشهر قد ايه، احسبيها صح. في حاجات تستاهل انت تدفعي فيها فلوس، لان هي بتقعد معاكي كتير، كذا استخدام. تمام. والبتاعه الشفره بتاعه الوش ما تستخدمهاش غير للوش. انت عامله مثلا، في ناس بتستخدمها للجسم، لا ما تحطيهاش على وشك. هي شفره الجسم خليها للجسم. عايزه اي اعملي، بيبقى معاكي كذا شفره تعملي بيها. تمام. دي كده كانت اوردراتنا. ماشي. ايه تاني؟ الشنطة البيضاء. الشنطه. بصوا هو انا معايا مرتجعات، اوردرات اتطلبت اللي عاجبه اي حاجة يكتب لنا في بس انا الكومنتات. بصراحه مش قادره ان انا اصورها دلوقتي، سامحوني. فهنقفل اللايف دلوقتي، وان شاء الله هعمل لكم فيديو بالحاجات، او لايف تاني بالحاجات اللي احنا موجوده عندنا بسبب المرتجعات. الحمد لله يعني احنا بنرجع اكتر ما بنبيع، اللهم لك الحمد. فمش الزبون، هي حاجه ممكن يعني ما علينا، ربنا الله المستعان. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله كل سنة وانتم طيبين. المدارس بقى داخلة. صورت لكم امبارح شنط مدارس، كان في كتير، بس طبعا انا كنت رايحه بصور الموضوع ده الساعه 11، كان الوقت متاخر. يلا مع السلامة. والسلام عليكم ورحمه الله كلكم يلا نورتونا. اي حاجه يا جماعه يبعت على الواتس. كلكم نورتونا، كل اللي دخلوا نورونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا